أشقائنا المغاربة يقدروا يوصلوا يخرجوا حتى للمشرق العربي اللباس نتاعهم. القفطان مثلا القفطان هو وهذا هو الشيء اللي خلاني نغير انايا بين قوسين. الشيء اللي خلاني نغير وسون كونتي ما نساوش باللي راهو ولا انترناسيونال، حتى لي ستار تاع هوليود عادوا يلبسوا القفطان، باللي هذيك لاتوني ولات انترناسيونال. هذا الشيء انا بدات من هذا الشيء، بدات النقطه ديالي وبدات الغيره ديالي. ما باغ اكزومبل القفطان، انا درت مهرجان في المروك، جي ديكوفير كاين القفطان المراكشي، كاين القفطان الفاسي، كاين في المروك جي ديكوفير كاين القفطان المراكشي، كاين القفطان الفاسي. شحال كنت نحب القفاطن بصح ما باليش سي ماروكان. سي ماروكان جادور سا جو لي مي اوجوردي. جيراننا والمغاربه قدروا يسوقوا للقفطان، احنا ما قدرناش نسوقوا للقويط والكراكو. بصح لو بروبليم اللي راني قاعده نشوف فيه انايا انهم عادوا يميلوا بزاف للقفطان المروكي ويخليو لاتوني تراديسيونيل ديالنا، يقول مي قفطان يبقى قفطان مغربي، ونحنا نحبوا العروسه هذيك تفتخر بلاتوني تراديسيونيل الجيريان. طبعا القفطان كما اشرت، فهناك من يتنقل خصيصا او يغادر البلاد ليقتني قفطان مغربي. بالنسبة للمغرب نشوف عندنا القفطان أو التكشيطة. القفطان هو حتة واحدة بس التكشيطة حتتين، لا مش موجودة عندنا في الجزائر. العربي عاود نطلق طلع. التكشيطة حتتين، لا مش موجودة عندنا في الجزائر. زمان حنا ما كانوش يشوفوا، ما كانوش حتى طب تشوف القفطان المغربي، تشوف سما حنايا ما كناش نيكزيست. مثلا المغاربه قدروا انهم يوصلوا اللباس تاعهم للعالميه. القفطان شوفوا القفطان المغربي وصل للعالميه، عاد فيه مهرجان عالمي للقفطان المغربي. مونديالمون كونو كافتون دو ماروك. المغاربه عندهم لو موا دو كافتون، حنا اون با سا، حنا صغار باش كديري هكذا ان ديفيلي، دي فوا نشوفهم يديروا دي ديفيلي افيك دي كافتون كو بون لو كافتون ديالنا شي ديالنا. التليفون اللي بتكلم منه ده متهيألي بتاعي انا الحرامي ده. انت بيجح قوي، سرقته ازاي؟ وين سرقته ازاي؟ انا مجهود. التقليدي ديالهم اللي هو القفطان نشوفوه انه غزا يعني لو موند عرب وحتى يعني لو موند الغربي. مثلا المغاربه قدروا انهم يوصلوا اللباس تاعهم للعالميه. القفطان. سيدي الكريم، يعني علاش حنا فنانات المشهورات نشوفوهم يلبسوا القفطان المغربي؟ علاش ما نشوفوهمش يلبسوا القبيلي تاعنا ولا القسنطيني ولا حتى الكراكو الدزيري؟ علاش؟ علاش على المصممين الازياء الدزيريين تاعنا ما يخدموش خدمتهم، ولا لانه ربما القفطان المغربي غلب السلام عليكم خوتي. اليوم جبت لكم اليوم هاي اختي بوتيك ماذا اللي كاينه في الجزائر، هي اللي كتقدم عندنا الموديلات، هي اللي كتدخلهم للجزائر باش يبيعوا وتشري، يعني تاجيره كبيره. واش فهمتوني ولا لا؟ هذا هو اللي كاين. اختينا اللي قدموا لهم راه. السلام عليكم حبابنا، راني في بوتيك السعيدي بالمغرب، كبر محل في المغرب ما شاء الله. كتقدم من عنده بضاعته كثير مليحه، القفطان تاعو ما شاء الله. هذا القفطان ها هو مغربي، ها هو الاصل تاعو مغربي، ها هو رانا جايبين منه متوفر في بوتيكنا هذا، فيه 12 لون، الموتيف يتبدل وما شاء الله. ها تبارك الله موديلات وراه معروفه، هي كاينه معروفه تما. انا جبت لكم هاد السيده هذه اللي كتدخل القياس الزوين. نخدموا غير في الحاجات بريمي شوا، مخدومه باليد ومغربيه القفطان ما شاء الله. الله يحفظك سي على هذه الشهاده هذه، ومرحبا بك وزور اختنا هذا بوتيكنا. والقفطان والزليج وكذا وكذا هذو اصولها مغربيه،
انه حابين ولا كرهنا، وهذه حقيقه، هذه حقيقه